بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بنا جميعا في هذا المجمع المهيب وهذا الحفل البهيج، حفل ختم الرباط الجامع المنعقد بحمد الله بسلا في شهري محرم صفر 1447 يوليوز 2025. مكان غصت جنباته بحاضريه من مرابطين ومنظمين وزائرين، يسعدنا أن نرحب بهم ونرجو الله عز وجل أن يعمهم بفضل هذا الرباط. وقد شدت الرحال إلى هذا الحفل أيضا ملائكة الرحمن، فهي تملأ كل ركن في هذا البيت الشريف وتحفنا بأجنحتها، وتنزل معها السكينة والرحمة. مجمع يذكرنا الله به في الملأ الأعلى، ويا سعادة من ذكر في الملأ الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بن كعب: إن الله قد أمرني أن أقرأك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. فجعل يبكي لذكر اسمه في الملأ الأعلى. اللهم اجعلنا كذلك يا أرحم الراحمين. نحمد الله الكريم الوهاب أن يسر اجتماع هذه الثلة المباركة من المؤمنين والمؤمنات، من أهل التقى والنقى والصلاح والصفاء، أهل الله القائمين على أمره، الواقفين على ثغور دعوته. لقد آوينا إلى ربنا نشكو ضعفنا وضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فآوانا وأيدنا بنصره، أيدنا بنصره على أشد أعدائنا أنفسنا التي بين جنبينا، ورزقنا من الطيبات. وفقنا الله عز وجل لقضاء أوقات زاهرات في عبادته وتعهد كتابه، فأذاقنا حلاوة الانجماع عليه، وأظلنا في رحاب ذكره والتبتل بين يديه، وقوى رابطة حبنا فيه، ونور بصائرنا بمجالس العلم والإيمان، ومن علينا بلحظات أنس توجهنا فيها إليه وتوددنا فيها إليه، ورجوناه فيها متذللين راجين خير ما عنده. وأورد علينا بشارات عن عطاياه العظمى، أطعمة تغذي أرواحنا، وألبسة تزين ظاهرنا وباطننا، وموت لأنفسنا لتنفك من أسرها، وولادة لأرواحنا لكي تتعلق بربها وترتفع همتها. جنة فوق الأرض، أجر ونور وسعادة في الدنيا قبل الآخرة. أي نعم هذه، وأي أفضال هذه. من نحن لنستحق كل هذا العطاء؟ ليس علينا إلا فضل ربنا، كما قال حبيبنا المرشد رحمه الله: إنه الكرم الإلهي والجود الرحمن الذي تسقى به قلوب المحبين ويرزق به أهل الاصطفاء والاجتباء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كرم إلهي يرجى أن يزيدنا في الله حبا وبه تعلقا وله عبودية ولأمره قياما، وبعباده المفتونين واليائسين فوق الأرض رحمة وإحسانا ودلالة على الخير. فأحبنا إلى الله أنفعنا لعياله، كما جاء في الحديث الشريف.
لقد عشنا أحبتي هذه الأيام في ظلال الصحبة المباركة، واغترفنا من معينها ومعانيها، فربطتنا بالله أغلى ما يحب ويطلب، وأغلى ما يسعد به، ووضعت قلوبنا على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام السراج المنير والأسوة العظمى. رحم الله إمامنا المرشد العارف بالله والدال على الله، وخلد ذكره في الصالحين، فما فارقتنا في هذه الأيام إشاراته وبشاراته ووصاياه وتنبيهاته ويقينه وعزمه واحتضانه ومواساته. وجهنا إلى أصل الداء، وذلنا على العقبات وكيفية الاقتحام، وعلمنا كيف ننظر بعيون الوحي إلى ما جرى ويجري في ملك الله، وحررنا من قيودنا، ورفع همتنا لطلب المعالي، وجمعنا على الله. نفعنا الله به وجعلنا من ورثته في الخير، وأعاننا على تأدية الأمانة التي حملنا إياها. الجماعة أمانة في أعناقكم. أحبتي، انعقد رباطنا وقلوبنا تقطر حسرة ودما، لكن بكامل الرضا بقضاء الله واختياره لما يصيب إخوتنا في غزة الأبية من كرب ومحن، وهم يسامون سوء العذاب من طرف الصهاينة المجرمين ومن والاهم، وقد كانوا حاضرين معنا في صلاتنا وقنوتنا وختماتنا القرآنية ودعائنا وتداولنا، وظللنا في أيامنا وليالينا مبتهلين متوسلين إلى المولى الكريم الرحيم أن تصلهم أنوار وبركات هذا الرباط، لتكون لهم سندا ومددا وحصنا، وأن تحصل بالدعاء لطائف القضاء، وأن يخفف الله عنهم ما نزل بهم، ويربط على قلوبهم، ويثبت أقدامهم، وينصرهم على أعدائهم، وينفذ فيهم عجائب صنعه وقدرته، وأن يقدرنا على القيام بحقهم وعلى استنهاض الأمة والإنسانية لتقوم بواجب النصرة. ها نحن أحبتي نطوي صفحات هذا الرباط المبارك، وقد امتلأت قلوبنا بفيض النور، وتزكت نفوسنا، وشحدت عزائمنا. هي إذن البداية المتأهبة المتحفزة بعد النهاية المفرحة الحزينة، المفرحة لعظم العطايا الإلهية، والمحزنة لفراق الأحبة وفراق لحظات الأنس بالله. نعود بعون الله إلى بيوتنا وإلى مجتمعنا وإلى مواقعنا داخل الصف، نحمل في قلوبنا هم الله وهم الدعوة وهم الأمة، ونحمل على أكتافنا أمانة التغيير، ونعاهد أنفسنا أن نزيد من منسوب بذلنا وعطائنا، ونساهم بقوة في بناء لبنات هذا الصرح الرباني المستشرف لغد الإسلام المشرق وعزة الأمة. أهتبل أحبتي مناسبة ختم هذا الرباط المنور لنقدم فروض العرفان والامتنان والشكر الجزيل لكل من كان سببا في هذا الخير، وعمل في الظاهر والخفاء لإسعاد المرابطين. ونخص بالذكر أهلنا الذين تركنا وراءنا، والذين يسروا حضورنا ونابوا عنا في أسرنا وتحملوا مشاق غيابنا. نسأل الله تعالى أن يوصل لهم خير هذا الرباط، ويحفظنا فيهم ويصلحهم ويجعلهم قرة عين، ويرزقنا الأدب معهم. وإخواننا وأخواتنا سادتنا في الخدمة الذين بذلوا جهودا مضنية بالليل والنهار ليوفروا لنا شروط المقام الطيب والسكينة والراحة والعبادة والتعلم في أحسن الأجواء، جعل الله أجرهم مضاعفا، وتقبل منهم بالقبول الحسن، ورفع قدرهم، وفتح لهم ولذويهم أبواب الخير مشرعة.
وإخواننا وأخواتنا الذين أطروا برنامج هذا الرباط، وعلى رأسهم ضابط هذا الرباط الذي وفقه الله بالحكمة والرحمة المطلوبتين لتحقيق الانضباط العام للرباط وانسيابية برنامجه، ثم الإمام الراتب والمؤذن وإمام القيام وأساتذة القرآن الكريم وأعضاء اللجنة التربوية ومؤطر الجلسات الإيمانية، أجزل الله لهم جميعا العطاء وزادهم الله علما ونورا. وفي الأخير نسأل الله تعالى الحنان المنان أن يتقبل منا بالرضا ما وفقنا إليه من صالح الأعمال والأقوال والأحوال، وأن يديم علينا نعمة الصحبة والجماعة والصحبة في الجماعة، وأن يثبتنا على الحق وعلى العهد حتى نلقاه، وأن يتم ويديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا ممن إذا عرفوا لزموا، وإذا طعموا انتشروا، وإذا أنعم عليهم تحدثوا وشكروا، وأن يجعلنا مفاتح للخير ومغاليق للشر، ويجعل منا أئمة يهدون بأمره، وأن يختم لنا بخاتمة السعداء، ويجمعنا عنده في مقعد صدق مع أصفيائه من خلقه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.